وبركاته. إسما إن شاء الله أسهل لكان في مداخلة جديدة عبر منبر الشباب لمجلس الشباب الميزاني، أو مداخلة إن شاء الله خاصة للقاء التقييمي مع الشباب للهيئات العرفية مع الهيئات الرسمية. كملاحظ سياسي إن شاء الله لكان غداني نلاحظ البعض كمبادرة. أولا كمبادرة كانت جميلة في القمة ما شاء الله، مبادرة نستحسنها باسمي وباسم الشباب إن شاء الله نستحسن هذه المبادرة، ولكن تخصها بعد التحسينات. هذه ملاحظة. الأداء كان أداء جيد ما شاء الله، الوقت إن شاء الله مناسب، وفيما يخص المواضيع والملفات طبعا لانت البعض الملفات غير واضحة تخصها لغة الأرقام، وطبعا أي ملف أي تقييم يجب أن يصطحبها في لغة الأرقام مهمة، وممكن توسردمت في شريط 5 دقائق هموني لقاء مع الأخ عبد الرحمن السنين سبات مع الأخ عبد الرحمن تلقى بعد لغة الأرقام مع رئيس المجلس الشعبي الولائي الحاج سعيد سليمان الله يحفظ. تواجه بعض الأرقام ولكن توجور غير واضحة. يتواجه إن شاء الله يتواجه الحمد لله يعني أسناد الأربعة لقاء مع رئيس البلدية والمندوبين طبعا توجور أغنى خاص لغة الأرقام. مناسبة كانت واضحة كانت جيدة، وتفاعل الجمهور مع النواب مع المسؤولين كانت هادئة الحمد لله، متواضعة يكفو الاحترام، ورغم بعض الهزات في اللقاء مع مجلس مع الحلقة الثانية رئيس المجلس الولائي طبعا خاطر الاحتكاك مع الحاج سعيد مع الشعب الحمد لله، واحتكاك القوي وقع السني مع السنين الأربعة انضصنت مع الأخ رئيس البلدية. الحمد لله على كل حال يقع ردت بالسي عنيفة، ولكن تقطع على خير الحمد لله ما شاء الله. وهذا يعني ظاهرة صحية في المجتمع. أي مجتمع لجس المعارضة لجس الانتقاد يسمى مجتمع مريض، وللأسف نأسف على هذه الحالة السائدة في الجزائر عامة بالنسبة للجمهور. أما بالنسبة لانشغالات المواطنين كانت انشغالات قوية وذات يعني الظاهر فيها هو الغيرة الكبيرة اللي الحمد لله رأي العام ربطنا عقد جمعية الأحياء رؤساء النوابس الحقيقة يمكن تشوق يعني متشوقين باش كان نملاقى مع المسؤولين باش كان نطرح هذه الشغلاتنا. طبعا المسؤولين الحمد لله كثر خيرهم الأخ عبد الرحمن والأخ حاج سعيد سليمان والأخ محمد كانوا في المستوى في الصبر وفي الردود وفي الشرح. توجور أنوصى المسؤولين باللي متوجهم رأي العام موني اتشلبانهم باللي كأول مرة مشيتي نيقنصنا يعني جميل العبارة يعني كأول مرة لقاء مع الرسمي والهيئات العرفية مع الجمهور منذ الاستقلال تقريبا. توني كظاهرة جديدة أتنتمن أتنشجع كمجلس الشباب يترمى إن شاء الله هذه لقاءاته. الهدف من مجلس الشباب توجور يعني من الأول كان هدفه الأول هو إصلاح ذات البين وطرح لقاءات برمجة لقاءات مع المسؤولين مع الرأي العام مع الشباب مع القاعدة باش كعد ديما الكونتاكت دا واحد يجارنا باش نزرع الثقة نبنى الثقة بعضنا من جديد باش كنشجع بعضنا المسؤول اللي يقلق رأي العام اللي يقلق عاد تجور بهدوء بطمأنينة بمحبة بتعاون الحمد لله. ان شاء الله السنين سبات ممكن لجنة الشباب ممكن اطرح بعض الانشغالات من الشباب ان شاء الله نتوفق لهذا الطرح ان شاء الله بت يمكن وهو يعني لكن تصلق مع ايوان
إلياس ممثل مجلس الشباب الأعلى البلدي، يعني صحة أنت في البلدية كنسق معك باش كدير وجدي كنصر هذه طرح اسم الشغيل مشاكل الشباب. ان شاء الله ربنا يوفقهم كل ايها المسؤولون. وتحيه الى راي العام الجمهور يتوغ متفاعل صنات يغلب متفاعل بقوه، والحمد لله الميزتو نخسي التوالو يتوتنا وتكون اميين وتكون جمورتو وتكون اختراسي وضرب الحمد لله شارك عافر نقدم نجمن. ونحن بدورنا نحسن الظن بالمسؤولين على أنهم سيحسنون صنعا ويعملون خيرا وبإتقان وبإخلاص إن شاء الله. باش كربات نوفق لازم الإخلاص، لازم الجدية، لازم حسن التخطيط والتسيير والكفاءة، ولا نخاف لومة لائم من أي حد. وكملاحظة أتنقدم للعدل باش كنعدل جار المسؤول جار العين داين فئة الشباب إلا نجار 20 عام 30 عام غائبة. غنطلب ان شاء الله الشباب والا عين محرك الامه بتو تحضير او لقاءاته تعتبر يعني ارشو اوتوماتيك. يمكن اي شاب اي راجل نحتاج الميدان ولي تكوني ارشو لازم يكون غرس العلاقه، غرس معلومات، غرس افكار، غرس راي، غرس اقتراح باش كتنقدم من المسؤولين باش كنستحمى الظهر نسنا ندعم في الميدان وفي اللقاءات وفي اي مشكل طارئ قد يظهر تمديد نشر كمشكل العقار ومشكل التنميه الكوطيه الا الجار سيلباب الغابت تقريبا التنميه غائبه نشهد تستوني الحركه تضعف نص كاع خاطي كاع عمو. ولهذا انطلب كل الشباب لازم تساهم في التغيير طبعا التغيير وديتي صغير بالامل، وشعار مجلس الشباب هو شعار الامل والتغيير. ان شاء الله انطلب تربغني وكل ان معاون ان تفوز يفوز ان ولدي اول قبل كلش ان صفتولوني بعضنا باش كنجم نفوز ديفوز طبعا اي وتمدين تخدم خلافنا اللي دارت لا فارغه بون نتشتكات يغلب المسؤول واحد السؤال يتنجم خاطر اللي دارت فارغه اوتوماتيك باش كنعاون المسؤول باش كنعاون هذا يخدم اتنحاسب بكل صغير وكبير. لازم نكون تمس اللي دارت ان عمرت اللي دارت بقوه ايها الشباب. حان الاوان باش كنجي قد التغيير امس حياتنا امس وطننا. لازم نعمرت اللي دارت باش كنجم نخدم تمدينتنا بكل صفاء وطمأنينة وخير وبركه. تمديدنا ان شاء الله في الاقرب وفي الاجل ان شاء الله القريبه. السنين 2023 سوغاز 2023 نحاول كيفاش ننتج التغيير الحقيقي. السنين سبت ان شاء الله الا ديس مكمله الاجتماعات الا توجن سمانتو ازوان بين المسؤولين نكمل نريحت مع النواب باش نطرح لانشغالاتنا اغنوشن نطرح المشاكل الى تعالجت بالارقام وبكل التفاصيل. انا شاركت الهموم من سن اتندعم معنويا بوركوا با ماديا ان شاء الله